السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم 23 معانا في دوره فراخ رمضان. بس حبايبي امبارح احنا كل اللي حطيناه على العلف حطينا الشطه، حطينا على العلف شطه. النهارده باذن الله هنحط دي الميه بتاعتنا اهي، هنبتدي نحط عليها نص كوبايه الحلبه. هحطها هنا كده على الميه، هنجيب العلف. ده اللي كان فايض معانا في العلافه، انا حطيتهم هنا عشان اقلبهم كلهم على بعض. نبتدي نحط هنا كيلو العلف. هم يا جماعه دلوقتي اللهم بارك يعني ممكن ياكلوا من كيلو لكيلو ونص او كيلو وربع كده في اليوم. يا جماعه اللي لسه ما جابش كتاكيت لرمضان يلحق يجيب، لان الاسعار بدات تعلى. يعني الكتكوت ده لما كنت جايباه معاكم كنت جايباه ب 12 جنيه، دلوقتي اللهم بارك عامل 16 جنيه الكتكوت من المزرعه. والفراخ كمان في المحلات بدات تغلى، الكيلو وصل ل 75 جنيه يا جماعه. فلسه احنا دلوقتي داخلين على موسم، فما تستهونوش ان الفراخ يعني رخيصه الايام اللي فاتت ديت في المحلات، الايام اللي جايه هتغلى وهتعلى قوي كمان. بصوا ده البذر بتاع الحلبه، هبتدي احطه كده على العلف علشان يستفادوا منه. هقلبه كده بس في وسط العلف. حبايبي كده احنا حطينا الاكل بتاعهم، حط لهم كمان الميه اهي. بس حبايبي اللهم بارك، انا مش عارفه كده هو يعني حجم الفرخه باينه معاكم ولا لا، بس باذن الله على اليوم ال 28 زي ما متعودين ان احنا كل اسبوع بنوزن، على اليوم ال 28 باذن الله هنوزن مع بعض وهنشوف برضو الاوزان وصلت لحد فين. فدي يا حبايبي كانت الحلقه معاكم النهارده. يطلع عجبكم الحلقه فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.